ثلجية تغطي قمم الأطلسين الكبير والمتوسط، ومديرية الأرصاد تتوقع استمرارها الصورة في النشر من مرتفعات إفرا مع تساقط الثلوج ولو على قلتها. درجات الحرارة إلى انخفاض، وساكنة المرتفعات تتسلح بحطب التدفئة. أهلا بكم. ليست بالكميات الكبيرة المعتادة، لكنها رسمت على الأقل صورة بيضاء على قمم الأطلسين الكبير والمتوسط. التساقطات الثلجية تهاطلت خلال اليومين الماضيين، وقد تتواصل خلال الأيام القليلة المقبلة، كما توقعت ذلك مديرية الأرصاد العامة الأخيرة. أوضحت بأن هذه الثلوج التي نتابع هذه الصور بخصوصها من أعالي إفران حملها اضطراب جوي بشبه الجزيرة الإيبيرية المجاورة، حيث غطت الثلوج مناطق واسعة من شمال إسبانيا. ليهم هذا الاضطراب الجوي عدة مناطق من شمال غرب إفريقيا. وسط هذه الثلوج انخفضت درجات الحرارة إلى ما بين -3 درجات و0 درجة، وذلك بمناطق الأطلس والريف والسفوح الشرقية والهضاب العليا. وحتى في حال عدم تساقط الثلوج، درجات الحرارة تهوي شتاء بمرتفعات الأطلس. ووسط موجة البرد تتخوف ساكنة هذه المناطق من نفاذ مخزونها من حطب التدفئة بجماعة أولماس بإقليم الخميسات. يقصد سكان الغابات المجاورة لمنازلهم يحولون خشب الأشجار إلى حطب يغذون به مواقدهم. هي مهمة تتكبد عناءها النساء والفتيات. روبورتاج محمد بوبكر ميلودي زينتين. شراسة القدر اليومي لنسوة دوار ترميلة تجبرهن على أداء عمل مضن وشاق، فدور المرأة هنا زواج ثم أبناء ثم مسؤولية داخل البيت، من جلب للحطب وأعمال شاقة ومتعبة أخرى. أرقية أو لبؤة الأطلس كما يسميها أبناء الدوار تقطع ما ينف عن 3 كيلومترات كل صباح. تقاوم قساوة المناخ الجاف بجلب كميات كبيرة من الحطب الكفيل بعملية التدفئة. بقيت ديال البرد نجمعوا الحطاب، الحرفه ديالنا نشقاو في الدار، نمشيو نجيبوا الحطاب نشعلوا العافيه ونعجنوا الخبز صافي. المهم هادشي ديال الباديه وهذاك الشيء، هادشي ديال العروبيه والبهايم وتعطي تبن البهايم. بعد جلب الحطب داخل هذه الغرفة وأمام وسائل التدفئة التقليدية تتجمهر العائلة ويحلو السمر والحديث. التدفئة سر البقاء بمنطقة ترميلة في غياب أي مقوم من مقومات الحياة العصرية. رزمة الحطب هاته تكون كافية بالنسبة للأم عائشة لتدفئة وإعداد ما يأكله الأطفال. كنجمعوا العواد وكنحميو العافية للدراري كيسخنوا، كيجيو من المدرسة راه باردين، كيكون السراح عاوتاني كيجيو حتى هما مايتين بالبرد. الا كان بحال هكا اتساع معنا والعافيه كتكون موجود، كنهزوا الجمر وكنديروه في المجمر كنديروا عليه الطاجين. على بعد كيلومترات قليلة من منطقة ترميلة هنا حيث تشتد قسوة الطقس البارد بمنطقة تيفوغالين. بينما تقوم الأم فاطمة بإعداد الخبز، يقوم الابن الأكبر للعائلة باستغلال وسائل الطهي هاته للتدفئة. والبرد راه قاس حديث بالمعقول. شنو هي القاس؟ راه ما يصبر فيها غير ما يبقى فيها غير الناس اللي صابرين اللي تعرفوا الصبر والرجاله، هما اللي تيبقاو في هذه النقطه ديال في هذه المنطقه ديال في وقت البرد. مع غروب الشمس درجة الحرارة ليلا تشهد انخفاضا شديدا بجماعة إقليم الخميسات، وهو ما يجعل الحياة بدون نار قاسية وشبه مستحيلة.